يا صباح السعادة. يلا بينا نعرف طريقة الجلاش بتاعتنا الحلوة دي. مبدئيا كده انا عندي كنافة، ربع كيلو كنافة حمرته بمعلقة كبيرة من السمنة على البوتاجاز عادي من فوق. حطيت بقى فول، وحطيت جوز الهند، وحطيت زبيب، وحطيت كمان سكر ورشة من القرفة بسيطة. وده الخليط بتاعنا اللي هنحشي بيه الجلاش بتاعنا النهاردة. حضرت بقى صينية كده او صاج، اي حاجة انت بتعرفي تسوي فيها الجلاش عشان ما يتحرقش مننا. وهنعمل بقى الجلاش بتاعنا كده صوابع مسيحة عندي السمنة، والجلاش بتاعنا طازة. صراحة انا بحب الجلاش بحشوة الكنافة دي، وبحب ان انا احمرها كمان. يعني في ناس بيعملوها بتبقى نية، بس صراحة ما حبتهاش لانها بتشرب الشربات وبتبقى معجنة من جوه، فانا بحبها تكون متحمرة كده وحلوة. اما بتشرب الشربات بيبقى طعمها باين كده وحلوة، وهي متحمرة. ومش بتعجن صراحة، بقى بتفضل مقرمشة جوه الجلاشة كده، فبتدي طعم حلو قوي. الجلاش بتاعنا كده انا حطيت في الحشوة بتاعتنا وبلفه بالشكل دوت كده بقى. هنا بقى انا ببقى مشغله درجة الفرن برضك قبل ما ابتدي في الجلاش، عشان يبقى سخن معايا لما احط الجلاش وكده ما ياخدش وقت معايا. بشغل الفرن على درجة حرارة 190 او 200 مثلا. وبشغل برضك الشواية لاني ما بسيبوش كتير في الفرن، يعني الجلاش ما بيستبش كتير. بتدخليه على طول وتخرجيه، يعني يا دوب بياخد لون من تحت ولون من فوق، خلاص كده. بعد كده بنخرجه بقى نسقيه شربات بارد وخلاص. بس بقلف كده الرول بتاعنا كده بالشكل ده كده، وبحاول ان انا برضك اسقي الجلاش كله بالسمنه، مش بسيب حته وحته. بعد كده بقى هدهن سمنه برضك من فوق، والصينيه برضك فيها سمنه من تحت، علشان يبقى واخد كله من بعضه. طبعا السمنه دي بقى بتخش في الجوانب كده، والورقه كمان كلها من جوه سمنه، فبيبقى صراحه طعمه حلو قوي. انا هدهن كله بقى كده سمنه، وبعد كده بقى هنقطعه مع بعض زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى السكينه تكون عندك حاميه كده حلوه، وتقطعي بقى على قد كده الصوابع بالعين كده، او ممكن تجيبي مسطره وتحددي يعني من فوق كده وتقطعي كل مثلا 5 سنتي، تقطعيه صابع يكون حلو متوسط، يعني يكون على قد قطمتين. انا بحب الجلاش يكون كده، يعني قطمه التانية خلاص. بس كده كده هنسويه بقى. هناخد برضك اللي هي في الجنب دي، وادخله بقى درجة حرارة الفرن قلنا 200 او 190، بس نحاول ان احنا ما نحرقوش. هنحطه بقى تحت كده ياخد لون ونطلعه. دي كانت الصينية التانية، فانا نسيت اصور الاولانية اللي احنا حطيناها في الفرن، فصورت التانية معانا عادي، يعني مش هتفرق. وبس بقى الشربات بتاعنا كده زي ما احنا شايفين اهوت. الشربات بارد،